هو بالفعل ممكن حد يصنع ثروة كبيرة جدا ب 15 قرش بس، ولا كل ده كذب وحكايات مبنية من وحي الخيال؟ الحقيقة خليني اصدمك واقول لك ان الرواية دي حقيقية وحصلت بالفعل. كان بطل القصة دي رؤوف غبور، واحد كده من الناس التقيلة قوي في البلد دي، ولسه مفارق الدنيا دي من كام يوم. لو مهتم بالقصة بتاعته وحابب تعرف بدايتها فتابع معايا الفيديو ده. يا صباح الخير او مساء الخير، اكون شاكر ليك جدا لما تحط لي لايك للفيديو ده. اسمه بالكامل رؤوف كمال حنا غبور، مواليد عام 1953 بالتحديد منشية البكر. رؤوف غبور في سن ال7 سنين بدأت عليه الجينات التجارية. ده حصل بسبب بسيط جدا، وان والده قطع عنه المصروف اليومي وقال له انت هتاخد مصروفك بالاسبوع. كان مصروفه 15 قرش، وخلي بالك ان الرقم ده وقتها كان كبير جدا. زي ما قلت لك جينات التجارة كانت بدأت تشتغل عند رؤوف غبور، فبدأ بالفعل ان هو يستثمر ال 15 قرش دول. خطف رجليه كده وراح لمحل حلويات وقال له هو انت بتبيع صينية البسبوسة بكام؟ فرد عليه المحل وقال له الصينية عاملة 60 قرش، واقل حاجة ممكن تاخدها مني هي نص صينية. طبعا المبلغ ده ما كانش موجود مع رؤوف غبور، فشغل دماغه فراح لفاطمة الشغالة، حاول معاها وفضل لحد ما اقنعها ان هو ياخد منها 15 قرش ويرجعهم لها 20 قرش، والخمس قروش دول يعتبر الفوائد بتوعها. بالفعل اخد منها الفلوس وراح لمحل الحلويات واخد نص الصينيه وقطعها قطع وطلع على نادي هليوبلس. قدر هناك ان هو يبيع النص صينيه لاصحابه في النادي. بدات تشتغل هنا مع رؤوف، فحب الموضوع فبدا يكرره كتير جدا. وعلى نهايه الاسبوع كان رؤوف ماسك مبلغ كويس، فكمل في الموضوع ده لمده شهور لحد ما رؤوف غبور قدر يمسك اول 5 جنيه في حياته. وقتها اول قرار اخده ان هو مش هياخد مصروف من ابوه ويساعد نفسه بنفسه. الغريب اكتر في الموضوع ده بقى ان رؤوف غبور لما وصل لسن ال 12 سنة كان محوش 10,000 جنيه، غير مساعدة ابوه ولا مساعدة اي شخص من قرايبه نهائيا. في يوم كده رؤوف غبور كان قاعد فسمع من حد من قرايبه ان في صفقة اجهزة كهربائية جاية من امريكا وهتتباع في المزادات برخص التراب، مع ان الاجهزه دي استعمال سنه واحده وشغاله وحالتها كويسه جدا. فرؤوف انتبه للموضوع ده وعجبه الكلام، فبلغ قريبه ده ان هو مهتم بالحوار ده، فبعد اذنك لما يحصل المزاد يا ريت تعرفه. حصل بالفعل وحصل المزاد، ورؤوف راح المزاد ده، وكان اصغر شخص موجود في المزاد كان رؤوف غبور. فالامريكان وقتها حبوا الموضوع وحبوا ان في عيل صغير موجود فاتح دماغه للتجاره وفاتح دماغه للشغل زي رؤوف. ده غير ان هو كان شاطر جدا، يعني كان بالنسبه لهم حاجه مميزه. حتى ما حدش ساله على الهويه بتاعته ولا كلموه في اي حاجه، هم عجبوا بان الواد ده صغير واشتغل في الحاجات دي. فقدر رؤوف بقى يستغل الفرصه دي، ورؤوف من النوع اللي ما كانش بيضيع الفرص، كان بيعرف يستغل كل نقطه كويسه جدا بتجيله في حياته. فقدر ان هو في المزاد ده يطلع ببضاعه سعرها 3000 جنيه. اخد البضاعه دي وراح في الجراج بتاع ابوه وخزن البضاعه فيه. بعد كده راح لمحل كبير جدا بيبيع ادوات كهربائيه، وعرض على صاحب المحل وقال له انا عندي كذا وكذا وكذا. فطبعا صاحب المحل استغرب وقال ده عيل صغير، ولكن برضه مشي معاه للاخر وصدقه. عجبه فكره ان هو عيل دماغه حلوه وقال هات اخر. راح معاه بالفعل وعاين البضاعه في الجراج، فساله دي بضاعه جميله جدا انت جايبها منين وبكام؟ قال له البضاعه دي انا جايبها استيراد وعامله معايا 10,000 جنيه، ايه رايك اما نجيبها ونحطها في المعرض بتاعك ونبيعها واللي يجي بالنص؟ كده رؤوف كسب 7,000 جنيه مقدما، ده غير لما تتباع هيطلع فلوس زياده فهينصص مع الراجل صاحب المعرض. يعني رؤوف في الاخر كده لعبها خرصه وعرف يشغل دماغه في التجاره. بس كده ده كمان رؤوف دخل في موضوع العمله، وكان موضوعه كبير جدا فيه. بدأ واحده جدا. كان في البدايه خالص موجوده عند واحد خال صاحبه ده كان معاه 100,000 دولار. كان عارف رؤوف وكان عارف والده ان هو راجل تاجر ودنيته جميل، فسأله وقال له يا رؤوف انا معايا 100,000 دولار، يا ريت تسأل لي ابوك بيشتري الدولار بكام، لو كان كده اديهوله. هو بالفعل لما روح البيت سأل ابوه وقال له خال صديقي معاه 100,000 دولار، بتشتري بكام عشان لو سعرك حلو الراجل يبدلهم مني؟ رد عليه ابوه وقال له انا بشتري ب 65.
رؤوف تاني يوم كان عنده صاحبه ده ومبلغ خاله، قال له ابويا بياخد ب64. رد عليه خال صديقه ده وقال له وانا موافق وال100,000 اهم. اخدهم بالفعل رؤوف وراح غيرهم من ابوه، وكده كسب على كل دولار قرش ساعة. فضل مكمل في الموضوع ده لحد ما خلص الجامعة بتاعته. اشتغل كتير جدا في موضوع العملة ده لانه كان مربح معاه جدا، لحد ما اتخرج من الجامعة وحصل على بكالوريوس طب. كان معاه وقتها $500,000 جنيه. ويبدأ رؤوف غبور هنا بقى في مرحلة جديدة جدا في حياته. دخل هنا سوق تجارة السيارات وبقى واحد من أتقل التجار في مصر، ده اذا ما كانش هو اتقل تاجر في مصر. واحد تقيل معاه 4 توكيلات لعربيات عالية جدا، عظمة تقيلة في البلد، وواحد كده من اللي بيتحكموا في سوق السيارات في مصر. وطبعا الكل عارف مين هو رؤوف غبور وايه علاقته بسوق السيارات. قصة كفاح جميلة بصراحة يحترم عليه. الراجل ده رحل عن العالم بتاعنا من يومين. راجل مكافح بدأ الحياة بتاعته من الصفر، قدر يوصل لمكانة تقيلة جدا ويحفر اسمه في البلد. وراح زي ما الكل رايح وما بيبقاش ليك غير السيرة بتاعته، اذا كانت حلوة فمكتوباله واذا كانت وحشة فمكتوباله. وهي دي كانت قصة رؤوف غبور قبل ما يدخل عالم السيارات. وصلنا لاخر الفيديو وانتهت الحلقة. دمتم بألف خير. السلام عليكم.